من ضمن ايجابيات 25 يناير طبعا زي ما قلت لم الشمل والالتفاف الجميع حول علم مصر والانتماء لمصر. وانت قلت حاجه جميله، الاطرس الاهلاوي مع الاطرس الزملكاوي، ده موجود وكان موجود في التحرير، زي ما كان المسلم بيصلي والمسيحي واقف يحميه من ورا في 25 و27 و28. فهي دي من الايجابيات. لو هناك في سلبيات بامر الله تعالى هنقول الثوره مستمره عشان بعض من السلبيات اللي موجوده. الناس كلها بتقول الثوره حدثت ولكن لم تطل الرياضه بعد، لكن احنا بنقول ان في الاهم ثم المهم. البلد كان فيها مشاكل كتيره جدا، مشاكل اقتصاديه ومشاكل سياسيه، ولابد من حل هذه المشاكل. وبعدين الرياضه دورها جاي التغيير جاي لانها التغيير جاي في نواحي الحياه شتى. فيجب ان هو كمان هيكون في الرياضه، بس يمكن في الرياضه يمكن اقل شويه او ابطا شويه، لكن اكيد ان هو جاي يعني ان شاء الله. جاي ابقى موجود كمصري ان الثوره ما زالت لا يجب ان تستمر. الثوره ما زالت مستمره ويجب ان تستمر حتى يحصل كل على حقه، سواء في حريه التعبير، في حريه الراي، في الدخل، في المعيشه، في التعليم، في الصحه. ان شاء الله باذن الله في الفتره القادمه بتغيير شكل الرياضه لصالح الوطن، بيكون عائد ليه على الوطن كويس قوي، ما تكونش هي حاجه استهلاكيه وعبء على الوطن، بل بالعكس الرياضه ليها دور بتدفع الرياضه للامام، لان الرياضه دلوقتي اصبحت صناعه، والصناعه مهمه جدا في الوقت المرحله دي لانها مرحله بناء لمصر كلها. الناس ما كانتش حاسه ان الرياضيين دول بيتفاعلوا مع المجتمع وبيعيشوا معاه وحاسين بآلامه واماله، لكن النهارده التجربه اللي احنا بناخدها دي النهارده والمجموعه الرياضيين اللي هيجوا معانا وهنروح في نقف في الميدان، اعتقد احنا بنعلن للناس كلها وللثوره وشباب الثوره ان احنا بنؤيدكم في كل خطواتكم، وبنؤيد ايضا الثوره ما زالت مستمره. الشهداء ربنا يرحمهم ويدخلهم الجنه ان شاء الله، والمصابين ربنا يشفيهم، ضحوا بدمهم عشاننا. فاحنا اقل حاجه ان احنا نخلي الحريه تبقى حقيقيه في مصر وكل الناس تاخد حقها باذن الله ان شاء الله. النهارده حرصت، يمكن مش عايز اقول لحضرتك ان انا صاحي من الفجر، صليت الفجر وما رضيتش انام، خفت لو نمت تروح عليا نومه عشان ابقى موجود النهارده، لان انا شايف ان الرياضيين ليهم دور في كل حاجه كويسه. وللاسف الشديد ان يمكن كان في تقصير من الرياضيين في الثوره، فاحنا بنحاول نقول يعني نعتذر عن جزء من التقصير دوت، وبنحاول نقول ان الرياضيين جزء من نسيج المجتمع المصري،